ايه اللي بيحصل في الجسم لما تتمرن وانت صايم؟ احنا اتكلمنا عليها في اخر مرحله في الفيديو اللي فات، وهي فكره ان الجسم بيبدا يجيب مصدر للجلوكوز من مصادر تانية غير الكربوهيدرات اللي انت اكلتها في السحور. ببساطه جدا المصدر الرئيسي للجلوكوز عندنا هو الكربوهيدرات. لما الكربوهيدرات دي بتخلص خلاص، انت بتعمل بقى مجهود طول اليوم وكده، الجسم يبدا يدور على مصادر تانية يجيب منها جلوكوز اللي هي مصدر الطاقه بتاعتك عشان تعمل مجهود وكده. فبيبقى عنده ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه طبعا الدهون. التمرين بيبقى بشكل كبير جدا مفيد للناس اللي هم عايزين يخسروا وزن او كده، فان هو بيحرق دهون اكتر. تاني حاجه الامينو اسيد اللي بيجيبها من البروتين الموجوده في العضلات، عشان كده انت بتحرق عضلات اكتر للناس اللي هي ما عندهاش دهون، بيخش على طول عضلات فما بقاش مفيد للتمرين. فعشان كده يفضل للناس اللي هي عايزه تبني عضلات او عايزه تحافظ على الوزن اللي هي وصلت له في العضلات، فما تتمرنش وانت صايم. تالت حاجه يجيبها مثلا من لاكتيك اسيد. فالمختصر المفيد لو انت عايز تحافظ على عضلات او تبني عضلات اكتر، ما تتمرنش وانت صايم. لو انت عايز تحرق دهون فالموضوع مش هيبقى فيه ضرر كبير ان انت تتمرن وانت صايم. طبعا في ناس بتتمرن قبل الفطار على طول، فالموضوع برده ما بيبقاش فيه ضرر كبير ان هو انت تتمرن تخلص تمرين تروح تاكل، فالموضوع برده مش هيبقى فيه ضرر كبير. دي كانت معلومه في السريع، اشوفكم